مساء الفل على كل متابعي مطبخ رانيا طلعت، اهلا وسهلا بيكم من مطبخي. النهارده عايزين نعمل غدا مع بعض سريع كده، وغدا اقتصادي من غير بقى بيض ومن غير اي حاجه. هنعمل القرنبيط زي ما احنا ما شايفين. احنا جايبين القرنبيط منضفينه، بنقشره من هنا وبيتغسل. في الحاله دي انا مولعه على حله فيها ميه بتغلي، حطيت معلقه ملح ومعلقه كمون. كمون طبعا عشان يمنع لي الغازات، ومعروف ان الكمون بيبقى حلو مع القرنبيط جدا. تاني حاجة هنعمل الخلطة بتاعة القرنبيط. احنا النهاردة مش هنستخدم بيض نهائي. احنا معانا كوبايتين من الدقيق، عليهم ربع كوباية من النشا اهو. دقيق ونشا، كوبايتين دقيق، ربع كوباية من النشا. احطهم بس في حاجة غويطة كده اهو، وهنزل عليهم بقى بكمون. هنزل عليهم رشة من الكمون، رشة من الثوم البودر، والملح اهو. ده بس كل اللي انا عايزاه، وكوباية من المية، ولو احتاجت هحط تاني. وبنزل بالمية بالتدريج زي ما احنا ما شايفين. هنا الخليط بتاعي انا عايزاه يعني اخف من الطحينة شوية اهو. حسيتي ان القوام بتاعه تخن منك زودي ميه اهو زي ما احنا ما شايفين كده. احنا حطينا لحد دلوقتي كوبايتين من الميه. ده اقتصادي، مفهوش بيض، مفهوش لبن. شايفين طبعا القوام اللي انا وصلت له اهو عامل ازاي، اخف من الطحينه اهو. ده كده القوام المظبوط بتاعي. ما حطيتش فيه غير ملح وكمون وتوم باودر. في الحالة دي بحب استخدم التوم البودر عن الفريش، لان البودر اللي احنا عملناه وشفناه قبل كده عاملينه خام، فنكهته قوية جدا زي الطازة بالظبط او الفريش. هنا بقى انا عندي حلة حاطة فيها المية بالملح بالكمون وغليت، هنزل بيها بالقرنبيط، بس انا مش عايزة القرنبيط يتهري معايا. تاني حاجة هنعمل الكفر اللي هو الخارجي. عندنا هنا بقسماط وكورن فليكس، تقدري تستغني عن الكورن فليكس وتخليه بقسماط لوحده بس حسب ما انت ما بتحبي. هنزل بباقي كمية الملح والكمون والثوم البودر. بتبل الخليط بتاعي اهو كده، ونقلبهم على بعض عشان التوابل اللي احنا حطيناها اهي. بيبقى مقرمش جدا، والولاد بيفتكروه من شكله ان هو كنتاكي. تمام، بيبقى طعمه جميل جدا، احلى من اللي بيتعمل ببيض على الاقل. ده اما بيطلع من الزيت وبتسيبيه يبرد ما بيطراش زي التاني، بيفضل محتفظ بالقرمشه بتاعته اهو زي ما احنا ما شايفين. احنا بس القرنبيط بيتسلق وهنشوف هنعمل ايه. هنا معانا بقى كزبره خضراء مقطعاها بالمنظر ده كده. بحط شويه في الخلطه، الخليط بتاع الدقيق والنشا، والباقي هحط عليه دقة من اللي احنا عاملينها، اللي هي ليمون وتوم وفلفل وملح وزيت قبل كده مع بعض، وهسيب لكم اللينك بتاعها. هناخد منها معلقتين كده حلوين عشان نخلل الطماطم دي جنب القرنبيط. عندي هنا الطماطم هبتدي ان انا اخللها. طماطم بقطع الكعب بتاعها من تحت بالطريقة دي كده اهو، وما بفصلهاش للاخر، يعني بقطعها 4/4 اهو. بصوا المنظر كده اهي، الشكل بتاعها واضح اهو شايفين. وهبتدي بقى ان انا احشيها. هنفتح بقى بالراحة ونحشي كده اهو. هنا خلاص خلينا الطماطم بتاعتنا. حابة تخللي طماطم، حابة تحطي لفت، اي حاجة موجودة عندك، او مخلل، اي حاجة موجودة. كل اللي انا هعمله دلوقتي يلا القرنبيط السلق، هنشوف بقى هنعمله ازاي. هنا القرنبيط السلق خلاص، وقطعيه صغير عشان يبقى معاكي مقرمش. هننزله بقى في الخليط بتاعنا ده كده
اهو ممكن اسقطه كله كده كده اهو. وهروح بقى مطلعه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده اهو. بصفيها من الخليط كويس وهروح نازله بيها هنا اهو. شايفين؟ ما بعملش اي حاجه تاني، هو اللي انتوا شايفينه ده كده اهو كده. اهو وهروح منزلاه في الزيت. ده كل اللي انا هعمله. نشوف شكله بقى بعد ما نخلص الكميه بتاعتنا كلها وان احنا ننزلها في الزيت، نشوف شكله هيبقى طالع عامل ازاي. زي ما شايفين القرنبيط يا جماعه طالع زي الكنتاكي، مقرمش جدا. اسمعكم الصوت. شايفين المنظر؟ طعمه تحفه، ولادك هيحبوه بالطريقه دي. لو انت باصه ان التوفير هتقولي وفرنا البيض، طب وازازه الزيت نعمل فيها ايه؟ ممكن ادخله الفرن، ارش عليه ببخاخه زيت، ارش عليه، هياخد معلقتين او 3 بالكتير، وتدخليه الفرن وهيتحمر برضك. اتمنى الوصفه بتاعته تكون عجبتك الوصفه. ما تنسينيش في اللايك والشير وفولو للشيف رانيا طلعت.